بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن نبات الزعفران من نباتات التوابل غالية الثمن، لأنها تستخدم في علاج كثير من الأمراض، لأنه نبات طبي وعطري. تزرع بذور أو أبصال أو خلف أو بصيلات مثل رأس البصل أو الثوم. يزرع في مناخ معتدل أو بارد في شهور 10 و11 مثل الفراولة اللي هو أكتوبر نوفمبر. كل بصيلة تخرج خلف كثير من البصل تكون لها خلفة كبيرة من الجوانب، يعني البصيلة بتخلف من الجناب. تزرع على مسافات 50 ل 90 سم بين الجرة والأخرى. تزرع في خطوط أو مشاطب على أسطح المنازل أو في الأراضي أي تربة. الزعفران يزهر في الشتاء مثل نبات الفراولة. يزرع في سانت كاترين ويزرع في مصر والجزائر والمغرب وأوروبا. الجو العربي أو المعتدل يصلح لزراعة الزعفران. الزهرة عبارة عن خيوط لونها أحمر أو أصفر. البصيلة تحتاج إلى حوالي شهر للخروج على سطح التربة أو الإنبات. يزهر بعد من 2 إلى 3 سنوات أو عندما يكون حجم البصيلة كبير حوالي 8 سم. ويزرع في الأراضي أو على أسطح المنازل. الزعفران من أهم نباتات التوابل الطبية والعطرية التي تستخدم في كثير من الأمراض. تستخدم في علاج كثير من الأمراض وفي صناعة الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحيوية، لأنها تدخل في كثير من الصناعات، لأنها تعمل على توفير العملة الصعبة للدول في الخارج والداخل. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.